ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ النهارده معانا عربيه واحده من اهم العربيات اللي انطلبت مني الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، وهي الفولكس اي دي 4. وللعلم لحضراتكم ان الفولكس اي دي 4 بتنزل بموديلين. اول موديل معانا وهي الاي دي 4 كروز، وتاني موديل معانا هو الاي دي 4 اكس. ولكن النهارده هنتكلم عن اي دي 4 كروز، ولكن هنتكلم عنها بشكل مختلف شويه. هنتكلم عن التصميم الخارجي، وبعدين هنتكلم عن التصميم الداخلي، وبعدين هعمل لك مقارنه بسيطه كده هقول لك الفرق ما بين الفئات وبعضها. وبالمناسبه العربيه دي بتنزل ب5 فئات، وانا هلخصهم لك في 4 فئات بس. طبعا لو عجبتك العربيه ممكن ان انت تقدر تحجز العربيه دي عن طريق الشركه عندنا، ومن خلال الشركه عندنا تقدر تحجز العربيه دي او اي عربيه تانية. والميزه عندنا ان احنا بنقدم لك ستريس سيرفيس، ان احنا بنقدم لك العربيه، وبنقدم لك قطع الغيار، وبنقدم لك الصيانه، وبنقدم لك الضمان الكامل على العربيه. وبس كده، ده اللي انا كنت حابب اعرفه لك قبل ما ندخل على التفاصيل الخارجيه. ولو جينا للتصميم الخارجي، اولا التصميم الخارجي ده شكله مميز جدا عن اي عربيه كهرباء، وده اللي انت هتلاحظه من خلال مقدمه العربيه المضيئه، ومن خلال اللاين او الشعار فولكس المضيء. واهم ما يميز العربيه دي ان هي ما فيهاش شبكه، لان التبريد بتاع العربيه دي تبريد سائل، فانت مش محتاج شبكه علشان تهوي الموتور والاجزاء المتعلقه بيها. لا، العربيه دي تبريد سائل، فعشان كده هم لغوا لك الشبكه بتاعه العربيه. وده برضو من حيث التصميم الامامي. نيجي للتصميم الجانبي. اولا التصميم الجانبي ده شكله مميز جدا، واللي انت هتلاحظه من خلال جنب العربيه الكيرف او الحناء اللي هو موجود في نهايه جنب العربيه ده، وده مديها شكل مميز جدا. وايضا الجنوط العملاقه اللي هي مجمله شكل العربيه شويه. وبالمناسبه الجنوط هنا بتنزل بمقاسات مختلفه عن باقي الفئات، وده اللي هوضحه لك في المقارنه الجايه. زائد الهاندلس او المقابض اليد اللي غاطسه جوه الباب، ودي من اهم العوامل اللي بتقلل من الايروديناميك بتاع العربيه. زائد برضه مخرجين للشحن الاي سي والشحن الدي سي، وده بالنسبه لجنب العربيه. نيجي للتصميم الخلفي. اولا ما يميز التصميم الخلفي وهو الفوانيس الخلفيه والاضاءات اللي بتحصل فيها اثناء تشغيل العربيه، دي حاجه روشه بصراحه في العربيه دي. كذلك ايضا شعار فولكس المضيء. بالمناسبه هنا باب الشنطه هنا كهرباء، والقفل كمان كهرباء، ودي حاجه متميزه جدا في العربيه دي. نيجي لمساحات الشنطه الخلفيه. اولا مساحات الشنطه الخلفيه 484 لتر، وطبعا لو انت تنيت الكنبه الخلفيه المساحات تصل معاك ل 1546 لتر، ودي حاجه بصراحه مساحه ممتازه جدا في العربيه دي. وطبعا ده كده بالنسبه للتصميم الخارجي. تعالوا نيجي لتاني نقطه معانا واللي هي متشابهه ما بين الفئات وبعضها، وهي الابعاد. اولا الطول 4 متر 61، والعرض متر 85، والارتفاع متر 64، وطول قاعدة العجلات 2 متر 76، وسعة الشنطة الخلفية 484 لتر، وتصل المساحة لو انت تنيت الكنبة الخلفية تصل معاك إلى 1546 لتر. وطبعا الخلوص الأرضي في العربية دي 19 سم، ودي حاجة متميزة جدا في العربية دي. وطبعا ده كده بالنسبة للأبعاد. نيجي لثالث نقطة معانا واللي هي مشتركة ما بين الفئات وبعضها، وهي التصميم الداخلي. التصميم الداخلي تصميم عصري ومميز جدا. المساحات داخل العربية ممتازة جدا. الكونسوله الاماميه تقريبا كلها مساحه تخزين، طبعا ده غير اماكن التخزين اللي هي موجوده طبعا في الابواب وفي الشنطه الخلفيه الكبيره اللي احنا اتكلمنا عنها. المساحات في الكنبه الخلفيه المساحات طبعا فيها ممتازه جدا، سواء كانت المساحات الهيد روم او الليج روم. والميزه هنا ان احنا عندنا نفق الفتيس هنا منخفض، ودي نقطه كويسه جدا علشان ما يضايقش الراكب اللي قاعد في النص. وطبعا في نقطتين كنت انا عايز اتكلم عنهم في التصميم الداخلي، وهي الفتيس والزراير التاتش اللي موجوده في العربيه. الفتيس بتاع العربية سيمبل جدا وبسيط في استخدامه، وكمان مواكب للعصر. تاني نقطة معانا وهي الزراير التاتش الموجودة في العربية. الزراير كلها تاتش مع اهتزاز بسيط كده أثناء استخدامك للزراير، ودي حاجة متميزة جدا في العربية دي. طبعا يا جماعة احنا كده تعرفنا على التصميم الداخلي والتصميم الخارجي، وتعرفنا أيضا على الأبعاد. جه الدور دلوقتي إن أنا هقول لك الفرق ما بين الفئات وبعضها من خلال المقارنة البسيطة اللي أنا عارضها عليك دلوقتي دي. تمام؟ اول جزئيه معانا واللي احنا هنقارن عنها دلوقتي هنقارن الجزء الميكانيكا. تمام. اول حاجه عندنا في المقارنه وهي نظام الدفع. اول 3 فئات عندنا نظام الدفع خلفي، لكن اخر فئه دفع رباعي.
تاني نقطة عندنا في المقارنة وهي مجموعة على بعضها كده، وهي الموتور والبطارية ومدى السير. أولا في أول فئة قوة الموتور 125 كيلو وات و310 نيوتن، وسعة البطارية 57.5 كيلو وات، ومدى السير 400 كيلو. ده بالنسبة لأول فئة. تاني وتالت فئة الموتور قوته 150 كيلو وات و310 نيوتن، وسعة البطارية 83.5 كيلو وات، ومدى السير 550 كيلو في الشحنة الواحدة. تمام. رابع فئة معانا واللي هي فيها محركين، محرك خلفي قدرته 150 كيلو وات، ومحرك أمامي قدرته 80 كيلو وات، والعزم الأقصى للدوران 460 نيوتن، والبطارية طبعا 83.5 كيلو وات. ولكن مدى السير هيكون أقل لأن طبعا العربية دفع رباعي. المدى السير هنا هيكون 520 كيلو. تالت نقطة معانا في المقارنة وهي أقصى سرعة للعربية. أقصى سرعة للعربية في جميع الفئات 160 كيلو متر في الساعة. خامس نقطة معانا في المقارنة وهي زمن الشحن. طبعا زي ما احنا عارفين ان العربية دي بتدعم الشحن الاي سي والشحن الدي سي. عندنا طبعا الفئة الأولى الشحن الاي سي، العربية بتشحن بالكامل من 8 ساعات إلى 10 ساعات. وعلى الشاحن الدي سي العربية بتشحن من 30% إلى 80% في زمن ساعة. لكن في ثالث ورابع وخامس فئة العربية بتشحن على الشاحن الاي سي بتشحن من 10 ساعات ل 12 ساعة، وعلى الشاحن الدي سي بتشحن من 30% إلى 80% في زمن قدره من ساعة ونص إلى ساعتين. نيجي لسادس نقطة معانا وهي الاستنتاج، عشان لو انت مش مجمع الليلة اللي انا قلتها لك دلوقتي دي. ركز معايا يا ابو حميد. اولا عندنا اول فئة الموتور اقل ومدى السير اقل، لكن تاني وتالت فئة الموتور اكبر من الفئة الاولى والمدى افضل من الفئة الاولى. تمام. لكن الفئة الرابعة الموتور اقوى لان فيها طبعا محركين، ولكن المدى اقل علشان العربية دي دفع رباعي. تمام. وطبعا دي مقارنة بسيطة كده من حيث الميكانيكا. نيجي للجزء الثاني في المقارنة وهو من حيث الاوبشن. اول حاجة عندنا في المقارنة وهي الاضاءات الليد. اضاءات الليد موجودة في جميع الفئات. تاني نقطة معانا وهي الهاندلس الغاطسة او المقابض الغاطسة، دي برضو موجودة في كل الفئات. تالت نقطة معانا وهي الجنوط. طبعا الجنوط للعلم يعني الجنوط دي مقاسات مختلفة وكمان أشكالها مختلفة. أول فئة معانا الجنوط 19 بوصة، وتاني وتالت فئة الجنوط 20 بوصة، ورابع فئة الجنوط 21 بوصة. رابع نقطة معانا وهي فتحة سقف البانوراما، ودي متوفرة من أول الفئة الثالثة والفئة الرابعة، إنما أول فئتين مش متوفرة فيها الأوبشن ده. الكراسي طبعا بتقنيه البي في سي دي متوفره في الفئه الاولى والفئه الثانيه. الكراسي طبعا من الالياف دي متوفره في الفئه الثالثه والفئه الرابعه. طبعا الكراسي من الالياف دي افضل من تقنيه البي في سي طبعا. سادس نقطه معانا وهي ذاكره المقاعد. ذاكره المقاعد متوفره من الفئه الثالثه والفئه الرابعه. مساج الهوائي طبعا متوفر في الفئه الثالثه والفئه الرابعه. نظام تدفئه للكراسي دي متوفر في جميع الفئات. المسند اليد الوسطي او الكونسوله الوسطيه اللي في الكنبه الخلفيه دي موجوده في الفئه الثالثه والفئه الرابعه. طبعا الكنبه الخلفيه قابله للطي دي موجوده في كل الفئات. الثري لير اتموسفير دي متوفر في الفئه الاولى والفئه الثانيه بس طبعا باللون الابيض، لكن متوفر في الفئه الثالثه والفئه الرابعه ب 30 لون. عجله القياده تعمل باللمس دي طبعا موجوده في جميع الفئات. عجله القياده طبعا مالتي فانكشن، وطبعا فيها نظام التسخين، وطبعا الطاره جلد دي طبعا موجوده في الفئه الثالثه والفئه الرابعه. تامن حاجه في المقارنه وهي المرايات الجانبيه كهرباء بالكامل، ودي متوفره في الفئه الرابعه فقط. باب الشنطه الخلفيه بيفتح بحركه الرجل، دي متوفر في الفئه الثالثه والفئه الرابعه، انما اول فئتين مش متوفر فيها الاوبشن ده. الشاشه الوسطيه طبعا مقاس 12 بوصه وتعمل باللمس، طبعا دي موجوده في كل الفئات. الشحن اللاسلكي متوفر في جميع الفئات. اليو اس بي في المقاعد الاماميه دي موجوده في الفئه الثالثه والفئه الرابعه. اليو اس بي مزدوج خلفي ده متوفر في اول 3 فئات، ولكن الفئه الرابعه مش متوفر فيها النظام ده. نظام المساعده الامامي مع فرامل اوتوماتيك ده موجود في كل الفئات. المساعده على تغيير المسار ده متوفر في الفئه الثالثه والفئه الرابعه. نيجي لوضعيات القياده. وضعيه القياده في اول 3 فئات عندك 4 وضعيات قياده، لكن الفئه الرابعه عندنا متوفر 5 وضعيات قياده علشان طبعا العربيه دفع رباعي. تذكير حركه سر المرور RTCA ده متوفر في الفئه الثالثه والفئه الرابعه، انما اول فئتين مش متوفر فيهم الاوبشن ده. مراقبه ضغط الاطارات ده موجود في كل الفئات. مراقبه تعب السائق ده موجود في كل الفئات. وسائد هوائيه اماميه وجانبيه ده موجود في كل الفئات. وظيفه الوقوف التلقائي ده موجود في كل الفئات. فرامل اليد كهرباء ودي موجوده في كل الفئات. الاوتو هولد طبعا موجود في كل الفئات. نظام المساعده على الانحدار ده متوفر في جميع الفئات. انظمه الفرامل اللي هي الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، وطبعا التراكشن كنترول، وعندك الايزوفاكس، وعندك الايموبلايزر، وعندك جميع وسائل الامان كلها متوفره في جميع الفئات.
نيجي لاخر حاجه عندنا وهو اختبار الامان. اولا العربيه دي دخلت اختبارات اليور انكاب واخدت 5 نجوم من اصل 5 نجوم في اختبارات الامان كلها. نيجي لاخر حاجه عندنا وده سؤال من ضمن الناس اللي سالته لي المره اللي فاتت، قالت لي لو انا بشتري العربيه دي اشتري انهي فئه فيهم؟ اولا لو انا بشتري لنفسي هشتري تالت فئه. ليه بقى هشتري تالت فئه؟ تعالى ما نجيب الموضوع من الاول. تمام. اولا عندنا اول فئه الموتور اصغر ولكن مدى السير اقل والاوبشن اقل. تاني فئه موتور اقوى ومدى السير افضل واوبشن اقل. تمام. لكن الفئه الثالثه موتور اقوى ومدى السير افضل واوبشن افضل. تمام. انما رابع فئه موتور قوي جدا بس مدى السير اقل واوبشن افضل. تمام. وانا من رايي الشخصي انا فضلت كده الفئه الثالثه عن الفئه الاولى والثانيه والرابعه، لان انا شايف افضل موتور وافضل مدى السير وافضل اوبشن موجود في الفئه الثالثه، وطبعا ده رايي المتواضع في المقارنه البسيطه دي. وبس كده، دي المقارنه البسيطه اللي انا كنت حابب اعرفها لك علشان اعرفك الفرق ما بين الفئات وبعضها. وبس كده الفيديو بتاعنا بيكون خلص، ويا ريت طبعا اكون افدتكم باي حاجه في الفيديو ده. تمام. طبعا لو ليك اي سؤال ممكن تقدر تكتبه لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك في اسرع وقت ممكن. شكرا، السلام عليكم.